بمسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية، وذلك تحت رعاية سعادة حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج. إقبال متزايد تجاوز 170 ألف مسجل بالمنتدى التربوي الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم. احتفلت الوزارة بتكريم المجيدين فيه من المشرفين والأعضاء من مختلف المحافظات بالسلطنة. الاحتفال اليوم يمثل احتفالية مباركة للمنتدى التربوي، تكريم المجيدين الذين قاموا بعمل رائع في فعاليات المنتدى التربوي. بالنسبة لنا المنتدى التربوي يمثل نقطة التواصل المفتوح دائما مع الحقل التربوي، بحيث أن نتواصل مع الحقل التربوي من خلال مرئياتهم، من خلال ملاحظاتهم، من خلال اقتراحاتهم التي نسعى بشكل كبير أن نجد الوقت الكافي لقراءة ما كتب في المنتدى التربوي. المنتدى التربوي بما يحويه من منتديات فرعية بلغت 56 منتدى متخصص في مجالات التربية والتعليم، شكل ساحة للتفاعل والتنافس الإيجابي، إلى جانب كونه حلقة وصل ربطت تعليميات السلطنة وعناصر المنظومة التربوية. المنتدى التربوي حقيقة بحكم أنه قناة تواصل تفاعلية وقتية تتيح الفرصة لجميع المعنيين بالشأن التربوي للتواصل فيما بينهم وتبادل المعلومات، التجارب، الخبرات في وقت سريع وقصير. وبالتالي كما لاحظنا وتابعنا سير العمل في المنتدى التربوي خلال المرحلة القادمة، هناك تنامي مستمر في أعداد الأعضاء الذين يسجلون في عضوية هذا المنتدى، وكذلك المتتبعين والزائرين للمنتدى. حيث حصلت محافظة الظاهرة على المركز الأول، تلتها محافظة جنوب الشرقية ومحافظة شمال الشرقية ثالثا. لحظة التكريم طبعا أعتبره لحظة التكريم تشجيع وتحفيز لجهودنا كلها وتقدير كبير لنا. مشاركة فعالة جدا لأنها تعكس كل الجهود المبذولة في المدرسة، وطبعا اكسبتني ثقافات كثيرة كثقافات الرد وثقافات التواصل، إدخال المواضيع المميزة، اختيار العناوين، التواصل مع الأعضاء بشكل عام، وطبعا حققت أهداف كثيرة. ورغم التحديات التي يواجهها المنتدى التربوي من ضعف خدمات الإنترنت وازدحام المشتركين في ساعات الذروة، إلا أنه استطاع أن يسجل مشاركة فاعلة في العديد من المناسبات تجاوزت حدود التربية والتعليم. اليوم نحن الحمد لله حققنا محافظة شمال الشرقية على المركز الثالث على مستوى محافظات تعليمية على مستوى السلطنة، وذلك لتفعيلها منتدى المحافظة اللي هو منتدى الشرقية شمال في جانبيه اللي هو المنتدى العام وقسم المناشط والأخبار. لحظة احتفاء وتكريم تدفع بالمجيدين في المنتدى التربوي الإلكتروني قدما نحو عالم افتراضي مليء بالعطاء والإبداع. لتلفزيون سلطنة عمان، أحمد بن مبارك الدرمكي من مسرح وزارة التربية والتعليم، مسقط. الآن